الزول ده عنده قريب ال 500 اختراع واخرهم حيأثر في صرفنا وفي حياتنا اليومية. ده فتح الرحمن حمد. فتح الرحمن حمد اتولد في قرية صغيرة في غرب كردفان اسمها مربعات، ومما كان طفل كان مختلف عن باقي الأطفال في عمره لأنه كان بيحب يقعد براو، بس وحدته دي علمته كيف يصاحب الحاجات اللي حوالينه، ومن هنا بتبدأ حكايته. فتح الرحمن ربنا كان مديه موهبة، ما كان بس بيحب يفك ويركب الحاجات، لكن كمان كان بيقدر يبتكر بسهولة زي شراب المويه. بس وقتها لا هو ولا الناس اللي حوالينه كانوا مدركين الزول ده لو كمل حيوصل لوين. فكبر فتح الرحمن، والأول مرة جا من كردفان للخرطوم في رحلة علمية، فشاف المصانع والقطارات والطيارات، لكن فتح الرحمن قال ما أبهرتني ولا أي حاجة، بل بالعكس كنت كل ما أشوف مكنة أو شيء مصنوع بحس إني بقدر أتعامل معه مهما كان شكله وحجمه وتعقيداته. وكمان كنت بلقى النواقص في الحاجات دي وببدأ أفكر وأنا واقف عن طرق تحسينها وإعادة ابتكارها. وخلال 8 سنين من زيارته للخرطوم فتح الرحمن اختراعاته وصلت ل 260 اختراع، وفي 2013 أحرز المركز الأول على المستوى القومي في التظاهرة الثقافية القومية، واللي هي فعالية رسمية وطنية كانت بتتنظم سنويا تحت إشراف الدولة ووزارة الثقافة، وهدف اكتشاف ورعاية المواهب السودانية في مجالات متعددة من بينها الابتكار والاختراع العلمي. فتح الرحمن اتكرم من الرئاسة بميدالية ذهبية، وفي 2014 كرر الإنجاز تاني في المهرجان الشباب الأول. لكن النجاحات دي كلها ما كانت بتأكله عيش، وجات واحدة من أصعب فتراته واللي بمر بها كل مبتكر في السودان، واللي هي فشل إيجاد التمويل للابتكارات دي. وللأسف بيضطر فتح الرحمن إنه يتنازل عن براءتين لاختراعين لمستثمرين أجانب بمقابل مادي. قرار مؤلم، لكن فتح الرحمن اختار إنه يكمل. بعدها يا دوب قدر يأسس شركة فيتسون، واللي هي شركة متخصصة في الطاقة الشمسية والطاقات البديلة، وأنشأ معامل ومراكز تدريب، وهدفه كان واضح: صناعة وتطوير ونهضة وخلق بيئة نظيفة. وبقى بيدرب شباب على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ويعدل عربات كانت بتشتغل بالبنزين عشان تشتغل بالكهرباء، وصمم عربات نقل 6 طن بتشتغل بالكهرباء وبتشحن في 40 دقيقة بس. انتوا متخيلين؟ التسلا بتشحن في 30 دقيقة، دي بتشحن في 40 دقيقة بس. لا وكمان بتمشي 350 كيلومتر في الشحنة الواحدة. وكان جايب نماذج حية جاهزة في مقر الشركة في السوق العربي، وحدد افتتاح الشركة ثالث أيام عيد الفطر. لكن طبعا جات الحرب. قبل الافتتاح بأسبوع واحد بس انتهى كل شيء: الشركة، الاختراعات والابتكارات. لكن فتح الرحمن ما استسلم للاختراعات الراحت، لأنه لسه عنده 486 اختراع غيرهم. وفي السنة الأولى للحرب سافر الصين ونفذ واحد من أحلامه، واللي هي ركشة بتعمل بالطاقة الشمسية، وسماها لازمة. والليلة لازمة جاهزة للتسليم، والتدشين حيكون قريب جدا في بورسودان. فدي قصة فتح الرحمن، قصة بتوريك إنه الاختراع ما مكان، الاختراع عقل ما استسلم. فبرافو يا فتح الرحمن.